حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مس الزامرد يبرأ بلا بؤ وفاز بالغرد محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي واشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النقم وابلنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما التلصص الجارح أفداهم لأقبح القبائح فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترى لنا أخلاء فنكفى درا واجعل جميع المؤمنين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين
واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناسحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وديرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النسب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبتة تفضلا فنحظى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاي خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع الصحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعفي المريض باستشفاء وللنادم أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذه تحفة المتضرعين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي هذا وإني اليوم ذو التوسل له بأسماء ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نظمي هذا يا كريم وهب لمن به ينادي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم لاغفر ذنوبي واكفني الرجيما وكن بموسى وبجاه عيسى واقيني دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد صاحب الإسلام والإحسان